تدرون يا جماعة، يمكن لأن الإبداع يولد من الألم، يمكن لأن ما توصل حق اللي أنت تبيه إلا لما تتألم بالبداية، يمكن لو ما الألم اللي تحس فيه لأنك ما قدرت توصل حق اللي تبيه في أول مرة، وتعبت عشان توصل ثاني مرة، وتعبت عشان توصل ثالث مرة. لو ما هالألم هذا اللي كان بالنسبة لك دافع، لما تحول الموضوع إلى أمل يستحق أنك تعيش عشانه. شوف، صير متواضع بكل شيء بحياتك، بس لا تصير متواضع بأحلامك. أبدا لا تصير متواضع بأحلامك. يحق لك بأن أنت تحلم باللي أنت تبي، ويحق لك بأن أنت تطمح للي أنت تبي. ما حد لحق يمنعك من حلمك. كافي الواقع وقاعدين بعد ينشفون ريجنا عليه. هالمرة بعد بتي بأحلامي وتداحرني. صير مغرور بأحلامك، صير ملتي ملياردير بأحلامك. لا تطمح للمليون، اطمح لل10. لا تطمح لبيت، اطمح لمنطقة سكنية. لا تطمح لشركة، اطمح لشركات. لا تطمح بصورة، اطمح بألبوم. لا تطمح بأغنية، اطمح بأبريت. لا تطمح بأشياء صغيرة وانت تقدر تحلم أحلام كبيرة. لا تواضع، إلا حلمك لا تواضع فيه. قول ان انت اليوم تقدر، وان انت اليوم بتسوي، واسعى. اسعى. ربنا سبحانه يقول اسعى يا عبدي وانا اسعى معاك. تلحلح، تحرك، والحق أحلامك. الحقها، لأن اليوم في هالتاريخ وفي هاللحظة حلمك اللي أنت تبيه بعد 3 سنين، أو المكان اللي تشوف نفسك فيه بعد 3 سنين، يمكن باكر يتغير، ويمكن عقبه يتغير، ويمكن عقبه مع الظروف يبدي يتغير لأن أنت قاعد تنضج، لأن أفكارك قاعدة تتغير، لأن أنت قاعد تستوعب الدنيا بشكل ثاني. عادي، مو شيء خطأ أن أنت اليوم وبهاللحظة تقول أنا أبي بعد 3 سنين أكون مدير، ولكن لو أيلك بعد شهر تقول أنا أبي بعد 3 سنين أكون وزير. ما في شيء يمنع أن طموحك يعلى وأن أحلامك تتغير. هي أحلامك شأن خاص فيك، لا تسمح حق أحد أنه يتعبد فيها، لا تخليها ملك أحد، ولا تسمح حق أحد أنه يقول رأيه فيها. ما هي أحلامك، هي ملكك، فيها ياء الملكية لي. أحلامي أنا اللي حق لي أفكر كثر ما أبي فيها، وأسعى كثر ما أبي فيها. ولا حد يقول لك خلاص حاولت مرة، حاولت مرتين، حاولت 3، ما له داعي نبين أن الدرب مو دربك. لا 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 لا، طول ما أن أنت مؤمن أنك راح توصل في يوم من الأيام راح توصل. ودرب الخاسرين لا تخلي دربك أنت. ارفع راسك، دافع عن حلمك أمام أي بني آدم حاول أنه يشكك بأن المكان اللي أنت تبيه بعد 3 سنين مستحيل توصل له. بقول لكم سالفة. قبل 11 سنة من اليوم شخص ضحك علي بالمدرسة وقال لي مستحيل، أنت قاعد تتكلم عن إذاعة مكسرة الدنيا بالكويت اليوم، وكانت مارينا FM في ذيك الأيام توها مبلشة. ومن صدقي تحببت. قلت له لا. قال لي يعني وين بيلتفتون عليك؟ طالب حتى شهادة ثانوية ما عندك للحين، وحتى ما تخرجت من الثانوية. قلت له والله كلامك منطقي. وقال لي شلون بتوفق بين دراستك وبيتك وأهلك؟ بعدين دعوة أمك وأبوك بيرضون. وبعدين تعال شلون بتنسق وقتك؟ بعدين تعال شلون بتخرج أصلا من الثانوية وأنت الحين بثالثة ثانوي؟ سمعت كلامه، فكرت فيه يومين، واستوعبت إنه ما يناسبني. اللي يناسبني إني أجرب، ولو ما جربت كان أنا مو اليوم واقف هني قاعد أسولف معاكم. إيه، شفت نفسي بهالمكان وقاعد أشوف نفسي بأماكن أكبر خلال السنين الجاية. مثل ما لي حق أحلم، لك حق أنت تحلم. ومثل ما لي حق أكسر عين أي بني آدم حاول في يوم من الأيام بأنه يكسر مياديفي، أنت بعد لك حق تسوي نفس الشيء. أن أنت ترد على الحاقد والحاسد اللي ما يبيك توصل حق اللي أنت تبيه، مو بالكلام ولا بالملاسن، بل بفعلك وبوصولك للمكان اللي أنت تبيه. دافع عن حلمك قدام أي مخلوق يحاول أنه ينزله من عينك. إياك والاستسلام أبدا. وإلى كل شخص قاعد يسمعني الحين، إن شاء الله يا رب توصل حق أحلامك الليلة مو بعد 3 سنين. وإن شاء الله المكان اللي في بالك أنت الحين توصل له بعد 3 سنين، إن شاء الله يا رب توصل لأحسن منه وأعلى منه. كون أنت لك أكثر. أنت بس اللي تقدر تحط أي معيار أنت تبي في حياتك وتوصل له. أنت بس اللي تقدر تهدم كل منافسة موجودة قدامك وتخليها تجربة. أنت بس تقدر تحول كل عقبة وقفت قدامك إلى مجرد درس. وأنت بس اللي تقدر أمام كل ألم عور قلبك تحوله أمل. أشوفك بعد 3 سنين بالمكان اللي تبيه. كون أنت لك أكثر، كون أنت مهما يكون،
ونغني